عشان بقى نعمل العصاج بتاع الكباب والقوانص عشان رمضان. كل سنه وانتم طيبين. زي ما انتم شايفين كده انا جبت كده حله على النار اهي وحطيت فيها كان عندي بقى كده حته دهنه كده حطيتها كده تسيح معايا. بعد كده نزلت عليها بقى بالقوانص. طبعا القوانص انا كنت ماسكاها سلقاها الاول بفلفل اخضر وكمون وكزبره وبهارات زي ما انتم شايفين اهي. وبمسكها اخرطها. عايزه تفرميها افرميها، عايزه تعمليها زي كده تخريط خرطيها. طبعا حبيت اوريكم كل حاجه معاكم اهي. ومجهزه بقى معايا بصل وفلفل الوان اهوت. طبعا انا بحب المكرونه البشاميل بالكباب والقوانص. فطبعا انتي لو عايزه تعملي لحمه نفس الطريقه برضو بالظبط وبتعملي باللحمه. يلا بقى كده نجهز حاجتنا كده علشان رمضان. كل سنه وانتم طيبين. كده اهوت. حبيت كده اسيب واحده معاكم اوريها لكم. همسك الاول اشوح كده الزيت اللي معايا. طبعا كان عندي بقى حته الدهنه ديت هتديكي بقى تست عالي كده ومن جهه مش هنحتاج بقى زيت ولا اي حاجه. وعندي بقى محضره بقى هي كميه بصل محترمه ومجهزه معايا الفلفل اهوت بس لسه بس عاوز التخريط. ومعايا البهارات اهي هنقول عليها دلوقتي. معايا ملح وفلفل اسمر وبهارات فراخ وكركم وكاري وسبع بهارات وبهارات لحمه وبابريكا وكزبره وكمون وملح ورشه جوز الطيب اهوت. دي كده البهارات اهي زي ما انتم شايفين اهوت علشان نعمل بقى حاجه كده حلوه كده ونضيفه. هديلها بقى تقليبه كده اهوت. زي ما انتم شايفين. طبعا انا عندي كميه البصل ديت مش كتيره ولا حاجه. لو انت مثلا مستكتراها مش كتيره لان انا عامله عندي كميه كباب وقوانص كتير. يعني هي عشان تقضي لي بقى الشهر كله. طبعا بقى شغاله بقى معاكي في جلاش في مكرونه في اي حاجه. بصراحه جميله وتحفه زي ما انتم شايفين اهوت. على ما اخرط بقى الفلفل معايا كده والكبده. هتقولي انت ليه ما حطيتش الكبده دلوقتي؟ لا انا ما بحطش الكبده بقى الا ايه بعد ما القوانص والبصل كده بياخد يتبلوا معايا كده. بعد كده بحط الكبده معايا علشان ما تنشفش مني. يعني عشان تيجي كده تاكليها تلاقيها ايه فيها طعم الكبده كده مش ناشف مني. كده بقى بعد ما البصله دبلت معايا شويه مع القوانص هنزل بقى كده بالكبده. طبعا انا ما بسلقهاش عشان لو سلقتيها طبعا كل واحد حر الاختيار بس انت لو سلقتيها مش هتديك الطعم بتاع الكبده الحلو ده. انا بسلق بس القوانص بديلها غلوه كده علشان بتبقى شديده كده عشان لما تستوى تبقى هي والكبده سوا واحد ما ترقش معاكي في التعصيج وكده. جربي الطريقه ديت وهتعجبك جدا. ودي البهارات اهيت ملح وفلفل وكمون وكزبره وبابريكا وبتاع وبهارات فراخ وبهارات لحمه وكركم وكاري. يعني ايه شويه تتبيله كده محترمين وتنزلي عليهم برضو مكعبين مرق واحط لهم برضو رشه جوز الطيب الوقت ايه هبشرها معاكم اهيت. ومكعبين مرق الدجاج كده خلي الايه التست يعلى كده معاكي تطلع معاكي حاجه كده جميله. طبعا عايزه بقى ديت معاكي بقى الطريقه ديت شغاله معاكي في كل حاجه. عايزه تعملي بقى مكرونه بشاميل، عايزه تعملي بقى جلاش، عايزه تعمليها سندوتشات. بصراحه في السندوتشات تحفه. شويه عيش بقى فينو كده وتحشيها في قلبها هيوديكي بقى في حته تانية خالص. طبعا الطريقه بتاعتي ديت انا معتمداها ما بعملش اللي هي على طول. وهنزل لسه بقى عليها بالفلفل الالوان والطماطم والصلصه
بتحط لها بقى حبيتين طماطم كده تخرطوهم عصافير صغيرين، وتحط لها معلقتين صلصه بتديكي لون الاحمر بقى كده، وتسيبها تاخد بقى وتدي مع بعضها كده، وبألف هنا وشفا على قلبكم يا رب. جربي الطريقه ديت وانت هتدعي لي بجد، تحفه. يعني انا والله العظيم عملتها وحطيتها في سندوتشات قبل كده، تقولي ده انتي شارياه من المحلات بتاعه السندوتشات الكبده. طبعا انت بالطريقه دي برضه بالظبط تعملي بيها اللحمه، بس انا بحب يعني كل واحد زي ما هو بقى حريه الاختيار، بس انا بحب الكبده والقوانص في التعصيج عن المفروم. ممكن بقى اللحمه تعملها بقى في كوسه كده، في محاشي حاجات كده، بتبقى حلوه في ممبار كده. بس انا بحب الطريقه دي. عندي بقى الفلفل اهوت وقرنين شطه كده، بس هي مش حراقه طبعا عشان عندي اولاد صغيره وكده، فهي ماهيش حراقه. انت بقى لو بتحبي بقى سبايسي وكده، حط بقى قرنين شطه او قرن عليها كده تبع الكميه اللي انت عاملاها. فانا ما بحطش عليها شطه عشان عندي الاطفال وكده. فانت لو عايزه بقى تحط عليها شطه حط عليها شطه، طبعا دي حريه الاختيار لك زي ما انتم شايفين اهوت. طبعا بسم الله ما شاء الله انا عامله كميه عشان تقضينا رمضان. بتهيألي كده ان شاء الله مش هحتاج بقى اعمل كبده تاني. هنشوف بقى هنعمل ايه تاني. هنعمل بقى شويه شاورما كده، وهنعمل بقى شوية بانيه وحاجات من ديت. انتظرونا بقى في الفيديوهات اللي جاية، هتبقى كلها فيديوهات جميلة ضرب نار ان شاء الله. وطبعا كله على قد امكانياتك، يعني مثلا مشي نفسك على قد امكانياتك، يعني ما تحطيش فوق طاقتك، يعني حاجات بسيطة. انا ان شاء الله الفيديوهات اللي جاية هوريكم برضو انا جايبة ايه وهقضي ازاي معايا الشهر كله، وهمشي نفسي ازاي. وطبعا تقدري برضو تعملي زي كده برضو حاجات بسيطة تمشيكي الشهر كله. انا قبل كده زي ما انتوا شفتوا جبت الخمس فرخات اللي جبتهم ونضفتهم وعنتهم عشان رمضان، وبرضو جبت بط وعنته هوريكم برضو بالفيديو. واللي بقى الحاجات الرفيع بقى اللي هو البانيه والحاجات دي برضو جبت، نزلت كده وجبت برضو، وان شاء الله نجهزهم مع بعض الفيديوهات اللي جايه. فانتي يعني ايه امشي ايه واحده واحده كده على قدك، ما تضغطيش نفسك فوق اللازم طبعا، عشان احنا عارفين كلنا بقى عندنا اولاد ومدارس وكده، فمش مش عايزين نضغط نفسنا ونحمل نفسنا فوق طاقتها، لا. كده اهوت زي ما انتم شايفين حطيت بقى الطماطم والفلفل بقى وكله مع بعضه كده والصلصه، شايفين شكلها عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله تفتح النفس كده. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك يا رب. شايفين بقى الطريقه ديت جميله جدا، يعني شغاله معاكي في كل حاجه. عايزه تعملي بقى مكرونه جلاش كله كده، بسم الله ما شاء الله شغاله فيه. عندك بقى هنا اهوت انا عبيت بقى كيس اهوت وهعبي تاني برضو معاكم اهوت. طبعا انتي عايزه تحطيه في علب من اللي هي بتشتري ديت، هي عندي بس ما عنديش مكان في الفريزر ان هو ياخد علب فوق بعضها. يعني انت لو عندك مكان في الفريزر حطي في العلب دي، بتبقى جميله جدا وسهله وحلوه وكل حاجه، بس انا ما عنديش مكان في الفريزر نحط في العلب، فاضطريت بقى ان انا احطها في الاكياس. طبعا الاكياس اضمن حاجه ولا بتلقط ريحه ولا اي حاجه خالص، لان انت بتقفلي عليها وبتبرشميها كويس جدا. عايزه تحطي في اطباق فل كده وتغلفيها بالاسترتش راب، طبعا اللي انت عايزاه، كل حاجه متوفره معاكي وتحت ايديكي، والحاجه اللي انت بترتاحي في تخزينك ليها. فانا عشان المكان وكده في الفريزر فحطيت بقى في الاكياس. طبعا بقى بتمسكي تعبي كده الكميه اللي انت عايزاها. انا ماسكه كده مثبته الكيس على حافه الحله وبعبي اهو زي ما انتم شايفين، واعمل بقى الكميه اللي تكفيني طول الشهر ان شاء الله. يعني ايه طبعا انت اعملي على قد الطبخه بتاعتك، عيله كبيره عيله صغيره، فانت اعملي على قد الطبخه بتاعتك. وزي ما انتم شايفين كده يبقى كان النهارده كده الفيديو بتاعنا بسيط معاكم وسهل وجميل. وانت لسه بقى ما حطيتليش اللايك، حطي لي اللايك. طبعا اللايك ده بيفرق معايا، بيرفع الفيديو ويوصل لاكبر عدد من اخواتنا وحبايبنا. واستنوني بقى في فيديوهات جايه كتير ان شاء الله، هنعمل حاجات حلوه كتير مع بعض. ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمه في حياتي يا رب، واشوفكم فيديو جديد احلى واحلى. مع السلامه.